إذا كان هناك إنسان مات وهو لا يصلي ولم يكن يعلم أن تارك الصلاة كافر، فهل يغفر الله له لجهله؟ ظاهر الأدلة الشرعية أنه لا يغفر له، يعني ليس من شرط أن يعلم الحكم، هو مأمور بالصلاة عليه يصلي، مأمور بالزكاة عليه يصلي. الحاصل أنه إذا ترك الصلاة عمدا فهو كافر على الصحيح من أقوال، وإن لم يجحد وجوبها. أما إذا جحد الوجوب فهو كافر عند جميع العلماء والله أعلم. فإذا تركها تكاسلا وتساهلا فالصحيح أنه يكفر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم صحيح. فلقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الإمام أحمد وأهل الإسلام بإسناد صحيح، ولأدلة أخرى، ولأن تركه يدل على قلة الإيمان أو عدم الإيمان، لأن عمود الإسلام. نسأل الله العافية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.